أنا جدا ممنون منك. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا لا إله إلا الله التي هي أثمن ما في الوجود. كلمة لا إله إلا الله التي هي أثمن ما في الوجود وسر الحياة. أما يعني بخصوص حقوق الإنسان فقد رفع شعار العدالة الكبرى بين الناس، والتي من أبرزها المساواة الكاملة بينهم مساواة في الحقوق والواجبات يعني إلى آخر الكلام. فلا فرق فيها بين أحد وأحد ومساواة، يعني ماكو، هم نفس المساواة، ماكو هذا متفوق على هذا في هذه من هاي الناحية. وليس لأي أحد حصانة أو امتياز أن يقترف خلاف حكم الله تعالى. هذا إن شاء الله واصلة الفكرة. أما موضوعنا، بالنسبة لموضوعنا، أنا بالنسبة لي تكلمت الكلام على المقطع الأول، وما أدري هو نشر أو تسجل. يعني سيد باسم قال أنا سجلت شيء منه وموجود الكلام، لكن الأخ صديقنا أبو المعتد نشر كلام آخر والتعليق على الكلام الآخر. ذاك الكلام الأول، المقطع الأول اللي احنا علقنا عليه وموجود يعني الكلام. أما بداية الأمر سبه للبيت، هو يقول في كلامه سبه للبيت، تقول يعني هو يجاوب يقول سبه للبيت فسوق فاسق. لا، ليس فاسق، كافر. سبه البيت رسول الله كافر، ليس فاسق. هو يقول فسوق فاسق، لا ليس فاسق، كافر. أما عند قول آخر هل أنتم تحتجون باللعن؟ نعم، لأن على أعداء الله إحنا يكون على أعداء الله، ما يكون أنت أقصدك أو أقصد غيرك من هذا الباب. نعم، يعني أنت قلت وجهت خطاب إلي، والخطاب لهجة شديدة. نعم، أنا وجهت لك خطاب والخطاب لهجة شديدة. نعم، أنا لا أنكرها. ولكي أوضح لك، أنت كلامك مرفوض، كلامك الآن مخالف للعرف والشرع، هذا مرفوض. أنت شنو أنت تعال جيب لي يعني والله واحد يستحي يتكلم. أنت شنو مالتك بالموضوع؟ يعني أنت الرجل تكلم كلام أنت مقتنع به ما مقتنع به، أنت شنو تعلق عليه هذا التعليق؟ أنا ما أريد أعيد الكلام هذا التعليق انحطاط. هذا تعليقك انحطاط، سفالة، تفاهة، سرسل لغية، مو صحيح. ما مطلوب منك لا عرفا ولا شرعا. الله ستار يحب الستر. حتى لو لقيت مرة وزلمة أنت عثرت عليهم، ما واجبك أن تفضحهم، مو واجبك هذا. لغرض يعني علما، يعني حتى مثلا نعرض مثلا أنت بعد ذلك أنت رجل اجتماعي، وسابقا والله كنت أصطنت لك بكلامك الاجتماعي الحلو الجميل اللطيف، ما كنت تلفظ هذه الألفاظ. أنا بداية أتمنى أكون مثلك، أتعلم منك ألفاظك الاجتماعية. كنت رجل اجتماعي محترم. أنا أول ما جيت للبيجو لايف لقيتك محترم، رجل اجتماعي محترم ينضرب بيك المثل. شلون أنت الآن تخالف هاي الاجتماعيات وتروح للسرسر لغيات؟ شلون؟ أنت شنو أنت تحاسب؟ أنت شعليك؟ بعد ذلك
أما إلى قول عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت عايد الكلام، عرض النبي طاهر مطهر غصبا عن شواربنا، زواج النبي. أنت عرضت مقطعي والكتاب أقرأ من الكتاب. أما كان يكون القول أما نحن الشيعة فنعتقد، أنا حتى من كثر ما أردد حافظ على قلب، أما نحن الشيعة فنعتقد أن أما نحن الشيعة نعتقد أن كل من يقذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله لا سيما حفصة وعائشة فهو ملحد كافر مهدور الدم، لأن ذلك مخالف لصريح القرآن وإهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا عايد عدة مرات أنا عايد هذا الموضوع أتكلم به. وبعد ذلك أنت عارض على الشاشة، يعني بعد شو أقول لك؟ أنا شو أقول لك؟ أنت تريد مني لهجة شديدة على اللي يسبون من الفريقين سفلة، كل الانحطاط يحملونه، لا عرف ولا شريعة ولا تربية، وعايشين حالهم حال الناس، حالهم حال الرجل. بل قد يكون الرجل عنده نظام يمشي عليه، هذا ما عنده نظام يمشي عليه، كائن من يكون سني شيعي. هذا واضح كلامنا، احنا ما تسترنا به ابدا. بعد ذلك تقول اجمع الناس وتكلم معاهم كما تكلمت، سويت شو اسمه ايش عبرت مؤتمر البيقوي. انا مو واجبي انا اجمع الناس، من انا عندي سلطة على الناس؟ شنو انا مثلا مرجع انا حتى اجمع الناس؟ شنو انا مثلا بيا صفة اجمع الناس؟ شلون اجمع الناس؟ انا مو واجبي ولا صلاحيتي انا اجمع الناس ابدا. انا اقول هذا حق هذا باطل، هذا صح هذا غلط، هذا حلال هذا حرام، والحلال والحرام مو كله عرفه، هذا يروح للفقه، مو كل الفقه انا اعرف القاري من هذا الباب. انا اجمع شنو؟ انا اجمع الناس كيف اجمع الناس؟ انا شلون اجمعها؟ بيا طريقه اجمعها. وشنو انا مثلا امثل العرب؟ انا امثل الشيعه؟ شلون امثل بيقولايف؟ شلون اجمع انا الناس؟ انت اجمعني، شلون اجمعها؟ ما اجمع الناس. انا اقول لك من يتجاوز حتى الصحابه رموزكم اجمعهم، الا في بعض تسمونهم صحابه، هم حتى عند السنه ليس بصحابه، ما اريد اسميهم. هذا احنا عندما نزور نقرا الزياره وكلامنا واضح، احنا كلامنا واضح فيه مو هيك؟ اما رموزكم احنا عندنا فتاوي، فتوى السيد السيستاني الله يحفظه بحفظه مرقمه، واحده من فتاويه اللي صدرت بال 2013 المرقمه 100644، راجعوها. كتبوا الفتوى السيد السيستاني بال 2013 المرقمه 100644، يقرونها هواي من المعممين والرجال الدين. اما انا اجمع الناس واحكي ويا الناس، لا، انا افتح بثي اقول هذا منحط، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، من هذا الباب. ولكن احنا قلنا مرارا وتكرارا من يتجاوز على عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي واحدة من زوجاته لا سيما حفصة وعائشة فهو ملحد كافر مهدور الدم وملعون. هذا قريناه لك ووضحناه. أما قضية الأخ المياحي،
ما اريد اعيده، ما اريد انا اتكلم به، لكن انت اسأت الادب للمياعي بصورة مخالفة للعرف ومخالفة للشرع. إساءتك مخالفة للعرف وللشرع، وكلام ما مقبول، مرفوض. وأنا لا، أنا عندما أريد أقارن هذا الكلام ما يصدر إلا من الدايهين والساقطين والسفلة، ما يصدر إلا من أنت شعلك بي، أنت شنو مالتك بي؟ أنت مالتك بي شنو؟ هو قال تكلم كلام، انت شنو مالتك تعلقت وتريد منه فحص دي ان وكذا؟ انت ما تستحي يعني من هذا الكلام تلفظه؟ ما تخجل؟ ما تخاف من الله؟ زين اذا صار قدر هسه هو صار عصبي فرد يوم وصار وطلع منه باطل ويا عياله، تتحمله انت امام الله؟ مو يصير براسك انت يا حمار، مو يصير براسك. انت تفهم شنو يصير براسك هذا؟ يعني دم انت سفكته. انا كلمة يا حمار انا اتراجع عنها، لا اريد اتكلم، فسرع لساني وتكلمت، فمن هاي الناحية انا اتراجع عنها. اما كلامي عليكم السلام، اكتم الله يحفظك، اكتم. اي اما كلامي نعم انت ما مسؤول عليه، تعال جيب لي دي. ما تستحي انت؟ المهم على كل حال، اما تكلمت الى كلام التلقيح الاصطناعي. التلقيح الاصطناعي انت لا تفقه شيء منه، لا تعرف شيء منه. باب التلقيح الاصطناعي يقول ما وجدنا الى حرمه، يكون وين التلقيح؟ في مهبل اصطناعي، يعني يجيبون البيضة مالت الحرمة ويجيبون من الرجل ويلقحونه في مهبل اصطناعي خارج الرحم، ويظل هذا الى ان يتم التخصيب وتم التلقيح، يلا يدخلونه برحم المرأة من هذا الباب. فيقول هذا احنا ما وجدنا له حرمة. اما انت راسا مكلب بهم، وانت ليه يعني للتشهير والتسقيط مكلب بهم. بعد ذلك انا نسيت اذكر، يعني لما بعرض النبي احنا قلنا اريد اقارن كلام المياحي مع محمد نسيب الرفاعي. ماذا محمد نسيب الرفاعي من علمائكم الوهابية، يقول ممكن زوجة النبي قحبة في هذه اللفظة. فهذا سافل هذا الرفاعي، كما يشتمون اعراض النبي من الشيعة سفله، وكما يسبون عرض رسول الله من الوهابيين او من السنيين ايضا من السفله. انا لا ابدا ما اجامل واحد. تقول الشيعة ما بيهم سباب؟ لا، الشيعة بيهم سباب وبيهم فاجر وبيهم غير محترم، نعم، واعترف بذلك. نعم، مثل ما يوجد عندكم سفلة باطلين، الشيعة عندهم سفلة باطلين، لا أجامل أحد من هذا الباب. وأما في مسألة رقم 6، يعني نقطة 6،